طبعا أنا أبتدي حديثي بالشكر لأبناء الجالية المصرية آه، اللي شرفتنا وطلعت واستقبلت السيسي بنيويورك في كرنفال لم يشهد له مثيل من قبل، حتى انه كان على شكل تابلوه، ولا اي فنان يقدر يرسم هذا التابلوه. وهذه من الايجابيات الجميله. لكن اللي انا عايز اقوله للاصدقاء والاحباب ان ليس هناك قوه دفع او حشد تمت من خلال القنصليه المصريه او من دور العباده او من هيئات او جمعيات او مراكز. الناس طلعت تلقائيا من نفسها نتيجه حبها وعشقها للسيسي ولمصر. لان كلنا ما ننساش دور السيسي في 30 يونيو، وكان حامل كفنه على ايده من اجلي انا وانت. فاحنا بنرد جزء من جميل هذا الرجل العاشق لمصر، واللي احنا اصبحنا عشاق ليه. فدي نواحي كتيرة ايجابية، من الناس كلها تحملت عن نفسها وجم من ولايات بعيدة، قطعت الاميال واخذت اجازات من اشغالها واعمالها، وجت كل يوم كانت بتقف عشان خاطر السيسي، مش قدام الامم المتحده وبس، لا كمان قدام الفندق بتاعه عشان خاطر يشوفوه ويحيوه. وهو اكيد السيسي الرئيس العظيم لجمهوريه مصر العربيه اكيد كان متابع من خلف الشبابيك، شباك الفندق، كان بيشوف اخواته المصريين وابنائه المصريين قد ايه بيحبوه وقد ايه بيعشقوه وقد ايه بيحيوه وقد ايه بيرحبوا بيه. فكأن السيسي فعلا شعرنا ان احنا عايشين في عيد قبل عيد الاضحى. كان عندنا عيدين: عيد وجود السيسي معنا، وعيد الاضحى المبارك بعد لما سافر مصر. النواحي السلبيه رغم الايجابيات الكتيره اللي احنا فعلا بنحيي فيها كل انسان قام بمجهود او قدم مشوره او قدم علم او قدم تيشيرت. ما ننساش دور الستات المصريات العظيمات ان هن قدموا اشياء كتيره جدا. المراه المصريه كما فعلت في مصر فعلت في امريكا ايضا، كان ليها دور عظيم في التجمع وفي الحشد. كان بتنزل في عز الشتاء، في عز المطر، في عز الحر، ولابسه التيشيرتات. وبغض النظر عن الاجواء قامت هذه المراه العظيمه المراه المصريه بدور كبير جدا. وطبعا بجانب الايجابيات انا بقول هناك سلبيات، لكن السلبيات عموما نقدر نقول انها سلبيات بسيطه، لكن كان ليها تاثير نفسي على الجاليه المصريه. ومن ضمن هذه السلبيات هو دور المستشار الإعلامي أحمد شرف بالبعثة المصرية، والمستشار محمد بدر مسؤول الأمن بالبعثة، وكذلك المستشار عمرو حافظ المسؤول عن الجالية والشؤون الدينية. ده التايتل بتاع المستشار محمد حافظ. للأسف كان ليهم جروب معين، وهذا الجروب هو الوحيد اللي قدروا يوصلوا له رسالة الرئيس، وكأن الجروب ده مؤهل ثقافيا وعلميا ومهنيا ان هو يقابل سيادة الرئيس. وطبعا كلنا عارفين الدور اللي قاموا بيه هؤلاء الاشخاص في القنصلية من عمل تطوعي، ومن خلال هذا العمل التطوعي يعني بالبلد نقول كسروا عين اللي في القنصلية، فقدروا ان هم يوصلوا لاغراضهم ولاهدافهم. اللي حصل ان انا راجل اعلامي بقالي 18 سنه صحافه و6 سنين تلفزيون او 7 سنين تلفزيون، وكان تلفزيون اسمه صوت مصر في امريكا. وانا دور اعلامي كبير، يعني مش عايز اقول كبير ولا صغير، انتوا اللي تشهدوا والناس كلها الجاليه عارفه الدور اللي انا قمت بيه. لكن ما يحز في نفسي ان انا راجل اعلامي وليا مكانه وليا تاريخ. ما كنتش عايز ان انا شهاده تقدير ولا جايزه، انا بس كنت عايز ان هم يعني يشعروني ان انا كان ليا دور. ليس الا انا قمت بدور في زياره الرئيس. ما للاسف ان انا ما اقدرش اقول للاسف، انا ليا الفخر ان انا دخلت الامم المتحده خصيصا لتغطيه خطاب السيد الرئيس،
ووجود الإعلاميين المصريين اللي احنا بنتشرف بيهم كلهم. لكن هذا حرمني أيضا أن أنا أتواجد مع أخواتي وأبنائي وأولادي وأصدقائي على الرصيف لتحية السيد الرئيس. لكن الدور اللي أنا قمت به داخل الأمم المتحدة أعتقد وظهر في جريدة صوت بلادي عدد سبتمبر بما لا يدع للشك أن أنا كصحفي وحيد غطيت رحلة السيد الرئيس بما يوازي 7 صحفيين جم من مصر في كل جريدة وفي كل إعلام. مرة تانية أقدر أقول إن أنا مش بقدم شكوى، لكن أنا بعترض على طريقة الأسلوب، وبعترض على طريقة إن القنصلية عملت لنا حساسية بيننا وبين بعضنا. يعني احنا كان في هناك حاجز بيننا وبين الإسلام السياسي أو الإخوان المسلمين، وكنا جالية واحدة إيد واحدة. بعد زيارة الرئيس أشعرنا كلنا القنصلية المصرية من خلال عمرو حافظ ومحمد بدر الذي يدعي دايما أنه صديق شخصي لابن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلونا أشعرنا أن احنا في انقسام دلوقتي، واحنا بننادي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يحاول ان هو يرضي بعض الرموز الجالية من خلال ان احنا بنقدم لدعوة ان احنا عايزين ننزل زيارة مصر في القريب العاجل على نفقتنا الخاصة، وبس مستنيين من سيادته وفخامته يبعت لنا هذه الدعوة ان احنا نيجي ونسلم عليه ونقدم له التحية مرة أخرى. وبالمناسبة أنا برضو كنت من ضمن الصحفيين القلائل اللي نزلوا من أمريكا لمصر لتغطية انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة، وكان لي الشرف أن أكون مع أبناء مصر في التحرير والاتحادية والقبة. مرة أخرى كل سنة وأنتم طيبين، ولقاء آخر معكم بإذن الله. شكرا.